سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وصحتكم بخير. جيتكم اليوم في هذا الفيديو باش نعرفكم بقناتي وثاني بصاحبة القناة. البنات هذا رايح يكون اول فيديو في قناتي، اذا ما الا شتوني لكك في الهضره وكامل عارفوا باللي بسم الله برك. الوغ فيما يخص صاحبة القناة، هي صاحبة مشروع في حلويات مملحات ولا باتيسري، لثلاثة أطفال، معناتها ربة بيت. جيتكم بهذه القناة باسكو شت بزاف بنات متخوفين باش يبداو مشروع، خاصة في مجال الحلويات ولا من المنزل. تقولك كيفاش ندير نخدم من المنزل، ما هيش سهلة، صح ما هيش سهلة، بصح هي مسألة نظام. إذا عرفتي كيفاش تنظمي روحك وكيفاش توفقي بين العمل تاعك وطلبياتك وبين ولادك وبين المنزل تاعك، راح تكوني مرأة ناجحة. ولما لا هذاك المشروع المصغر هذاك يولي مشروع كبير وتفتحي به مناصب شغل واحدة أخرى وتسترزقي منه ويسترزقوا منه ناس واحد أخرين. هي الحاجة اللي ننصحكم بها قبل ما تبداو، لازم تتقني الحاجة، لازم تتعلميها، لازم تتعلمي الصنعة هذيك اللي راكي حابة تبداي فيها، لازم تتقنيها. الإتقان هو اللي يخليك تافونسي في خدمتك. العمل المتقن راح يجيب لك زبائن، وثاني راح يمدلك ثقة في نفسك. البداية في أي مشروع راح تكون صعبة، منتية بإرادتك راح تسهلي هذاك المشروع تاعك وتبسطيه وتخليه ينجح وتخليه ينتشر وتخلي الناس تعرفك وتخلي الناس تدير فيك ثقة وتجيك موندي من عندك. منيش نهضر على عالم الحلويات فقط، بل أي مجال، أي دومين تحبي تدخلي فيه لازم تكوني دايرة ثقة في روحك، وثاني لازم تتقني هذاك المجال باش تقدري تافونسي فيه. هي كل مرأة ماكثة في البيت تدير بروجي، ماشي شرط في الحلويات ولا أي مجال تتقنيه، أي مجال تحبيه حاولي تخدمي فيه. معليش تكوني في دارك قايمة بدارك ووليداتك هذيك مفروغ منها، بصح انتي نفسك حاجة تزيديها في روحك، مم إذا كنتي كافية ماديا بصح تحبي هكذا الاستقلال، تحسي روحك مستقلة. فاش يساعدوك هاد المشاريع هذه من البيت، خاصة للنساء اللي عندهم ولاد كما أنا. كي تبدي مشروعك من الدار راح تكوني قدام وليداتك دايما. بنيش نقولكم ما تخرجوش تخدموا ولا باش نتفاهموا، ما تقولوش بلي راهي جايه تقولنا ما تخدموش برا، مي راني نهدر على اللي ما خدمتش برا وحابه تفتح مشروعها من البيت. شنو هما الايجابيات تاع المشروع من البيت؟ راني نهدر على الايجابيات انه تكوني ديما قدام وليداتك، تكوني مربيه وكامل. ما هي سهله، صوتو لو كان تقسيو النساء اللي راهم يخدموا برا تقول لك راني نعاني، ولا اولادها دائما نخمم فيهم، صوتو اللي ما عندهاش المن تخليهم زعما في لاكريش ولا ما ماشي ما اذا عندك المن تخليهم هذيك تخرجيهم الصباح في البرد في هذا الوقت مواسم تاع البرد، كي تخرجي وليدك هكذا وتنوضيه الصباح مسكين مرقاد وترفديه وتخرجيه ماهيش كامل سهله. الوغ انتي كي تكوني تخدمي من دارك نورمالمون تكوني فرحانه باسكو راكي قدامهم، وما تكونيش مضطره باش تخرجيهم وتمرمدي روحك انتي ثاني. رايحه نحكي لكم انا تجربتي في هذا المجال منذ سنوات، وانا نخدم في هذا العالم هذا الجميل، نعتبره عالم جميل باسكو حبيته. علاش قلت لكم نتوما خيروا المجال اللي تحبوه نتوما، باسكو العالم الدومين اللي تكوني نتيا تحبيه راح تشوفيه بزاف الشباب هذاك الدومين وما كاش خير منه، سواء كنتي خياطه سواء كنتي حرفيه ولا تولي تشوفي هذاك العالم تاعك عالم جميل تفرغي فيه كامل طاقتك. انا اللي عليا راح نشدكم من اليد، سواء المبتدئات ولا اللي راح حابين يدخلوا في هذا العالم الجميل، عالم الكيك، عالم الحلويات. حنشدكم من اليد وننطلقوا خطوة بخطوة للأمام ونتعلموا نقطة بنقطة. البنات ما ديروش عليا باسكو قلت لكم الفيديو الاول راني شغلت نتعلم وخلاص راني نهضر افي بخير. ان شاء الله برك ديروا فيا الثقة وتشدوني من اليد ونشدكم من اليد انا ثاني باش نافونسي باش نبداو في هذا الفكرة اللي راهي في راسي، باسكو انا حابه ندعم كامل صاحبات المشاريع في هذا المجال، الحلويات المملحات ولا باتيسري.
حنشارك معكم طلبياتي، روتيناتي، طريقة الحساب، أسعار، طريقة العمل، طريقة تنظيم طلبيات، خاصة التنظيم، كيفاش تنظمي روحك باش توفقي في الطلبية تاعك وتخرجيها في الوقت المناسب، كيفاش ترضي روحك وترضي زبونتك في نفس الوقت. كيما كاين بزاف بنات اللي راهم يسقسيوني على كيفاش يجوني طلبيات وكامل، هذا الشيء كله راح نشاركه معاكم في فيديوهات. راح يكونوا لي فيديو يوميا في القناة. لكم شايفين باللي ريناد ولا صاحبة قناة روتينات ناجحة تستاهل باش تبداو معاها بسم الله ونبداو مع بعض، باسكو القناة هذا هو أول فيديو فيها. هنايا كنت شاركت معكم بعض اللقطات من كنت نصنع في الديكور تاع الكعكات، كيفاش صنعته كامل، الالوان اللي استعملتها. هذا الفيديو راح نعاود نحطو لا بروشين فوا، راح نحطو لكم بالتفصيل باسكو اليوم درتو كفيديو تعريفي بالقناه فقط. ثاني كاين عندي قناه في تيك توك راهي معروفه ريناد للحلويات، اللي حبت تروح وتشوفها. حسابي على الفيسبوك صانعة الحلويات، على الانستغرام كنزة جاتو، اللي حبوا يطلعوا على حساباتي يروحوا يشوفوهم. هكذا باش نبداو خطوة بخطوة. انتظروني البنات في فيديوهات قلت لكم يوميا حنشارك معكم طلبياتي، نصائح، أفكار، أسرار، خاصة في عالم الحلويات ولا باتيسري، ووصفات ناجحة 100% مجربة. جربتهم انايا وحبوهم زبائن تاعي باش راح نشاركهم معاكم. وذوك يا لالا، واذا راكي حابه تبداي مشروعك ديري متابعه ريناد، ما تنسونيش بالدعم تاعكم بدعواتكم وتعليقاتكم.